عمرك قابلت عميل تسأله تحب تشوف ايه من منتجاتنا؟ يرد يقول لك لا انا بس بتفرج. طب هل فكرت ليه كل عميل بيتصرف بطريقة مختلفة؟ ببساطة لأن في أنواع للمشترين ومش كلهم زي بعض، ولو فهمتهم هتعرف تبيع لهم بسهولة. تعال نشوف أنواع المشترين بطريقة خفيفة كده. واحد، المشتري العقلاني، ده الشخص اللي قبل ما يشتري سماعة مثلا يدخل يشوف 100 ريفيو عنها ويسأل جروبات الفيسبوك ويقعد يحسب السعر مقابل الجودة كأنه بيعمل رسالة ماجستير. ومع العميل اللي زي ده لازم تكلمه بالأرقام والحقائق، زي دي أقوى بطارية وبتدوم ل10 ساعات، ده أنقى صوت ب3 مستويات عزل، أو دي السماعة دي ضمان سنة كاملة. عايز تبيع له؟ قول له جملة حلوة أوي، إن الأداء مقابل السعر لا يقارن. تاني نوع، المشتري العاطفي، ده اللي لما بيشتري شنطة مش بيشتريها عشان خامتها حلوة، لا، وإنما عشان لونها حسسه بالسعادة وفكره بأيام المدرسة وذكرياتها الجميلة مع أصحابه. مع العميل ده لازم تبيع له إحساس مش منتج، يعني مش مجرد شنطة، لا، اشرح له إن دي اللي هتكمل ستايلك. إيه الشياكة دي؟ عايز تبيع له؟ ارمي له جملة هتحب نفسك فيها. 3، المشتري الاندفاعي، ده اللي أول ما يقابل إعلان يتحمس على طول ويشتري قبل ما يسأل إيه ده أصلا. مع المشتري ده استخدم جمل زي العرض ده لمدة 24 ساعة بس، أو المتاح من المخزون ده هو آخر 5 قطع. عايز تبيع له؟ اهمس له بس في ودنه، لو ملحقتش دلوقتي خلاص راحت عليه، هيجي شاري على طول. 4، المشتري المساوم، المشتري ده اللي لو اشترى عربية ب500,000 جنيه يقول لك طب الخصم بتاع الاريا اللي بيجي مع العربية فين؟ المهم انك لازم تدي المشتري ده احساس ان هو اللي كسب الصفقة مش انت. فلازم تقول له مثلا العرض ده مش لأي حد، العرض ده ليك انت بس، هنضيف لك هدية مجانية، او انا عملت لك سعر مش لاقي عند حد تاني في السوق كله، هيحبك قوي ويشتري منك. 5، المشتري المتردد، ده اللي يقول لك طب لو جربته وطلع مش حلو، طب الناس قالت عنه ايه، طب ينفع ارجعه؟ مع المشتري ده لازم تطمنه تماما، فتقول له مثلا المنتج مضمون وفي ضمان استرجاع خلال 14 يوم يا فندم، او تقييمات العملاء بتقول انه رقم 1 في السوق. عايز تبيع له؟ قول له خده جربه، ولو ما عجبكش فلوسك راجعه بدون نقاش. الخلاصه بقى، شايف كل عميل محتاج ازاي طريقة معاملة تناسبه؟ لو عرفت تخاطب كل نوع من العملاء دول بالاسلوب المناسب هتبقى البياع الواو اللي محدش يقدر يقاومه. قول لي بقى في التعليقات انت شايف نفسك اي نوع من انواع المشترين بصراحة. يعني انا عن نفسي شايف نفسي غالبا اقرب للمشتري العاطفي. فين اللايك والاشتراك بقى؟ هنعمل خصم على الزرار ولا ايه؟